اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض المسقعه بطريقه صحيه وخفيفه جدا وبدون قلي، وهنعملها كمان بالحمص. لو اول مره تشوفوا قناتنا اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتنا الجديده. اول حاجه هنبدا بيها هي البتنجان. هنقطعه زي ما انتم شايفين كده شرايح، على حسب بقى ما تحبوا اي نوع بتنجان تستخدموه عادي. هنحط عليه مسحه كده من الزيت وندخله في الاير فراير، ممكن كمان بنفس الطريقه نحطه في الفرن وهيدينا نفس النتيجه. وده شكله بعد ما خرج زي ما انتوا شايفين كده عادي متحمر زيه زي العادي بالظبط. في طاسة بقى على النار او صينية هنحط معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وهننزل عليها بمعلقة كبيرة من شرايح الثوم. اول بس ما ريحة الثوم تظهر هننزل على طول بنص كوباية من الطماطم المكعبات، وعليها نص كوباية من الفلفل الالوان، ممكن نستخدم فلفل حامي اللي تحبوه. وهنقلبهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يتبلوا. ممكن في الخطوة دي نضيف لهم شوية مية او نكتفي بالمية بتاعة الطماطم. ده شكلهم بقى بعد ما دبلوا زي ما انتوا شايفين. هننزل عليهم بشوية من الكمون والملح، نقلبهم تقليبة واحدة كده. وبعد كده هننزل عليهم بكوباية من عصير الطماطم، عصير طماطم عادي، جبت طماطم فريش وضربتها في الخلاط. هنقلبهم مع بعض تقليبة واحدة. بعد كده هنحط لهم معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، وممكن نستغنى عن الخطوة دي. هننزل بقى بشوية كمان من الملح والكمون، ومعانا كمان نص كوباية من الحمص المسلوق. هنقلبهم مع بعض تقليبة ونسيبهم يغلوا مع بعض كده غلوتين. طبعا لو بنستخدم لحمة مفرومة هبقى اعمل لكم الطريقة في فيديو تاني هتبقى مختلفة عن الطريقة دي. هننزل بقى زي ما انتوا شايفين بباقي كمية الثوم اللي معانا، وعلى طول هنحط شرايح البدنجان زي ما انتوا شايفين كده، وهنقلبها تقليبة كده. طبعا لو احتاجت معانا مية ممكن نضيف لها من الاول في الصلصة، او ممكن في الخطوة دي نضيف شوية من المية. ولو بتحبوا الخل يبقى هتضيفوا الخل في الخطوة دي. هنا كده بقت جاهزة خلاص معانا، هنخليها بس تغلي غلوتين ونرفعها من على النار. هنبدأ بقى نقدمها مع بعض زي ما انتوا شايفين. طبعا اللي هيجرب الوصفة دي هيعرف ان هي زيها زي مسقعة العادية خالص، خفيفة جدا وطعمها حلو، وكمان فيها نسبة بروتين كويسة وتنفع معانا في الدايت. لو حابين وصفات اكتر بالشكل ده ياريت تكتبولي وتقوليلي في الكومنت تحت، وهستنى دايما تطبيقاتكم وتعليقاتكم، ونتقابل في فيديو جديد.